معقولة صينية المكرونة دي أول مرة وحصري على الفيس ومحدش عملها قبل كده؟ قسما بالله طريقة للبشاميل هيكلكع منك، ولا كمان هتضربيه في الخلاط، ولا هنحط جبن ولا كريمة ولا الكلام ده خالص. صلى على رسول الله، وما تنسوش تدعموا الفيديو وخش على الطريقة على طول، هتدعولي عليها. وحصري وطريقة ناجحة 1000000%. اقسم بالله هتنسى اي طريقه تانية عملتيها. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. فيك بالله تدعمي الفيديو بلايك، روحي لا ربنا يكبر خاطرك ويسعد قلبك في ولادك اللي تصلي على رسول الله وتحط لايك وتدعموا الفيديو. هنعمل مكرونه من الاخر. تعالوا كده بقى معانا، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا ايه؟ هقول لكم على مقادير الكيلو. احنا معانا هنا بسم الله ما شاء الله 2 كيلو من اللبن، وهنحط عليه ايه؟ دقيق محمصينه. خدوا بالكم من الحته دي قوي، دقيق محمصينه. عايزه اقول لكم ان لسه سخن وريحته حلوه قوي. لا حمصوش بماده دهنيه، حمصيه على الناشف زي ما احنا عاملينه كده، ويبقى اللون بتاعه، عارفين الرده الحمراء، يبقى اللون بتاعه بالشكل ده كده. تمام. هنحط بقى ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. وعندي هنا ملح وفلفل اسود واربع معالق كبار من السمنه يا اما زبده على حسب ما تحبي. سمنه بتخليها حلوه قوي برده، ما تقلقوش. ليه يا شيماء بتعملي الطريقه دي كده وكله على البارد؟ تمام، على البارد، علشان الناس اللي بتحلف ان هي بتاكل مكرونه من بره بجد تحفه. لا هنحط فيها جبن بقى ولا كريمه ولا الكلام ده خالص. بس لما تيجي تعملي البشاميل اعمليه بلبن صافي، ما تحطيش عليه ميه ولا شوربه ولا الكلام ده. طب ما انت لما بتيجي تحط عليه شوربه او ميه ما انت بتحط عليه جبنه. احنا هنلغي الجبنه وهنوفره ونخليه في اللبن. تمام. كله على البارد، ونرفعه بقى على النار لحد ما يديني قوام. ما تنسوش مرقه دجاج. تمام. وارفعه بقى على النار لحد ما يديني قوام كريمي، وهوريكم دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. لازم تبقبق زي ما انت شايفه كده بهذا الشكل، واديكي القوام الكريمي ده. بصوا بقى. طب انت عملتي كده ليه يا شيماء؟ حمصت الدقيق وبعد كده قمتي حطاه عاملاه على البارد. طب ما عملتوش من الاول حمصتيه في الماده الدهنيه وطشطيه باللبن ليه؟ علشان البنات اللي بتقول البشاميل اللي بيكلكع منها كده كده، كمان لما يكلكع منها تضربه في الخلاط، بس بتقولك بلكلك وبعكعك. احنا مش عايزين الخطوه دي. حمصي الدقيق بتاعك على الناشف، يعني في حله ناشفه خالص يا اما في كسرول، وبعد كده قومي عاملاه على البارد زي ما عملنا كده، هيطلع معاكي كريمي وتحفه. اه والله زي ما بقول لكم كده. بصوا هوريك القوام. بصوا تعالى اوريكم بقى القوام. بصوا بصوا، كريمي كريمي. عايزه اقول لكم قسما بالله ريحته حلوه قوي، ولا جبنه ولا كريمه ولا اي حاجه حطيناها على البشاميل. انسي اي طريقه تانية عملتيها. بصوا بصوا، ولا مكلكع معانا ولا اي حاجه، وما خدش معانا ثواني. وما تنسوش تحطوا على الكيلو مرقه دجاج. عايزين تحطوا مرقه ونص براحتكم خالص. تعالوا بقى نطبق الوصفه بتاعتنا. نجيب صينيه، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي المكرونه بتاعتنا مسلوقه 3/4 سوا، علشان الربع اللي فاضل يستوي مع الايه، مع الصينيه. بصوا بصوا اوريكم. بصوا بالشكل ده كده، هي فيها قطمه بسيطه خالص كده. شفتوا؟ تمام كده. بسم الله. واقوم عامله بقى ايه البشاميل بتاعي بالشكل ده كده. اقوم عاملاه كده في قلب الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وزعي تحتك خالص، ونحط نص المكرونه بتاعتنا بالشكل ده. سوينا بقى المكرونه بتاعتنا بهذا الشكل. هنعمل ايه؟ نجيب كمان كبشتين 2 من البشاميل ونوزعها كده. لو انتوا من الناس اللي بتحب المكرونه البشاميل جوسي وجوسي قوي كمان، تخلوا على الكيلو اللبن 3 معالق ونص كبار من الدقيق. اما لو انتوا حابينها ماسكه نفسها بعد ما بتبرد شويه كده، تيجي تقطعها تطلعي القطعه بقطعتها، تخليها 5 معالق كبار من الدقيق يا اما 4 ونص. لحد كده تمام. طب صليتي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نوزع بقى اللحمه بتاعتنا بالشكل ده كده. وبعد كده بقى ايه، اقوم عامله ايه، حاطه طبقه المكرونه التانية بالشكل ده كده.
بعد بقى ما رصيت المكرونه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، اقوم حاطه عندي بقى ايه البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. اغرق بقى الطبقه اللي على الوش بشاميل علشان تتغطى معايا وتطلع معايا ايه كريميه، والشكل بتاعها حلو، تطلع شكلها حلو بعد ما تستوي. كده بقت معايا زي الفل، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ اوريكم كده كده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. صينيه مكرونه هتحلفوا بيها، عمرها ما هتفشل منك ولا هتكلكع منك في البشاميل. الطريقه دي اعتمديها هتدعي لي عليها. صلوا على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو حلوين. يلا نروح على الفرن. شو هذا الجمال، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تعالي بقى شوفي هذا الجمال، تحفه. بصوا بقى، بصوا يا ولاد، جوسي لسه طالعه حالا ومولعه. بصوا شايفين؟ جوسي مكرونه بشاميل من الاخر. بصوا الله على الريحه، اللهم صل على النبي. بصوا شو هذا الجمال، اللهم صل على النبي. روحي يا شيخه هلا، ربنا يكبر بخاطرك ويسعدك في ولادك. يلا تصلي على رسول الله وتدعموا الفيديو وتعملي شير علشان الكل يستفيد من معلوماتنا والنصائح اللي بنقول عليها. صلوا على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو. شوفوا شو هذا الجمال، جوسي بقى وايه وطعمها روعه. بسم الله.